حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. الصيف بدأ بقى يهل علينا. النهارده بقى هنعمل مع بعض كيكه كده ترطب على قلبنا في الصيف اللي بدأ ده. هنعمل مع بعض كيكه قدرة قادر بطريقه سهله جدا وبسيطه وبيضه واحده بس. هنعمل مع بعض الجمال ده. معروف عنها ان هي بتتعمل ب8 او ب10 بيضات، بس احنا هنسهل على بعض الموضوع النهارده وفي 10 دقايق بس هتكون جاهزه معانا. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. بس لو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. في الاول كده انا معانا هنا صينيه مقاس 26 هفضي فيها هنا كيسين الكريم كراميل اللي بيجوا معانا في العلب الجاهزه. هفضي هنا الكيسين اللي معايا واوزعهم كده في الصينيه كويس. هفرد بقى الكراميل كويس جدا في الصينيه اللي معايا بفرشه بقى او بمعلقه او باي حاجه، مفيش اي مشكله. في الوقت ده انا مجهزه معايا 2 كوب من الحليب ومعايا كيسين من البودر الكراميل الجاهز. ده كده شكل الكراميل اللي بعد كده ما فردته في الصينيه معايا. هجيب بقى 2 كوب من الحليب، هضيف عليهم بقى 2 كيس بودر من الكريم كراميل وارفعهم على النار لغايه ما يغلوا، على نار متوسطه لغايه ما يغلوا. وبعد كده هصب على الكراميل اللي معايا. هرفعه بقى على النار لغايه ما يغلي، وبعد كده بقى هصبه كده على الكراميل واسيبه بقى لغايه ما يبرد تماما. هركنه بقى كده على جنب او ادخله التلاجة لغايه ما يبرد. في الوقت ده هنجهز مع بعض الكيكه. معايا هنا بيضايه واحده بدرجه حراره الغرفه، هنزل عليها هنا بالفانيليا، ومعايا هنا معلقه كبيره من الخل، ومعايا كوبايه من السكر. هقلبهم كويس جدا. احنا النهارده مش محتاجين بقى لا خلاط ولا مضرب، هي بس بمضرب السلك على طول وهتبقى جاهزه معانا. كيكه النهارده سهله جدا وبسيطه، فمش محتاجين بقى لا مضرب كهرباء ولا خلاط. انا هقلبهم كده كويس مع بعض لغايه ما اللون بتاعهم يفتح شويه، وهنزل هنا عليهم بكوبايه من الدقيق، ومعايا هنا نص كوبايه من الكاكاو. اهم حاجه نخلط الدقيق كويس جدا والكاكاو عشان ساعات بيكون فيه تكتلات، فلازم ننخلهم طبعا كويس. ومعايا هنا معلقه صغيره من البيكنج باودر ونص معلقه صغيره من البيكنج صودا. هقلبهم في الاول كده مع بعض. طبعا هتحس ان الخليط بتاعي تقيل، هنركنه كده على جنب. هركب بقى الخليط كده لغايه بس ما نجهز بقى الخطوه الاساسيه اللي معانا هنا نص كوبايه من الميه، وهضيف عليهم نص كوبايه من الزيت. وعايزه اقولك ان الخطوه دي بتخلي الكيك معايا يطلع معايا هش جدا وفاضي وفي منتهى الجمال. هرفعهم على النار لغايه ما يغلوا تماما. انا ضفت هنا نص معلقه كده من القهوه سريعه الذوبان، بتعزز كده الطعم معايا وبتخلي ريحه الكاكاو معايا تكون غنيه. انا هنا بعد ما الزيت كده والميه وصلوا كده للغليان هضيفهم كده على خليط الكيك واقلبهم كويس جدا. هقلب بقى خليط الكيك ده كويس جدا عشان ما يكونش فيها اي تكتلات. وبكده اكون وصلت لخليط الكيك اللي انا محتاجاه. هجيب بقى الصينيه اللي فيها الكريم كراميل، طبعا بعد ما برد تماما وكده تحسي كده ان الوش اللي معاكي نشف. هصب بقى عليها كده خليط الكيك. هصب بقى كل خليط الكيك اللي معايا وبدخلها كده الفرن على درجه حراره 200. طبعا في الوقت ده انا مشغله الفرن بتاعي، بدخلها كده في الرف الاوسط، بتقعد حوالي نص ساعه في الفرن. انا كده بعد ما صبيت خليط الكيك، طبعا عشان معانا هنا طبقه كريم كراميل فلازم نعمل لها حمام ميه. فبجيب هنا بقى صينيه او صينيه اكبر او صاج ايا كان متوفر، وبحط فيها صينيه الكيك بتاعتي وبحط لها كده ميه سخنه لغايه ما توصل كده بس لنص الصينيه. وبعد كده بدخلها الفرن وبتطلع معايا بالشكل ده. بعمل لها كده اختبار بالخله، اول ما بتطلع معايا ناشفه وكده تمام يبقى كده الكيكه بتاعتنا جاهزه. بقلبها بقى بتطلع معانا بالجمال ده وبالف هنا وشفا. عايزه اقول لكم طعمها في حته تانية خالص. متاكده ان انتوا هتجربوها وهتعجبكم جدا. طبعا بعد ما بنقلبها بنسيبها حوالي كده ساعتين في التلاجة وتطلع معانا بالجمال والحلاوه دي. حاجه كده اللهم بارك. الكيكه فادجي جدا، طعم الكراميل مع الكيكه في حته تانية لوحدها. اتمنى تجربوها. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية جايه جديده. مع السلامه.